السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد ومفيد كالعادة. والنهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا، وهو التربية السليمة والتربية الصح للسلاحف اللي خالية من اي امراض. وكمان شهية السلاحف بسم الله ما شاء الله بتكون مفتوحة للأكل زي ما حضراتكم شايفين. بس لازم عشان نوصل للمرحلة دي، نوصل لمرحلة ان السلحفة سليمة ما فيهاش اي مرض، كمان شهيتها مفتوحة. لازم نهتم ببعض النقط اللي هقولها اثناء الفيديو. بس طبعا بطلب من حضراتكم ان حضراتكم تتفرجوا على الفيديو من البداية للنهاية. وكمان ما تنسوش اللايك الحلو، تعملوا جولة في القناة لو عجبكم المحتوى. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتختاروا كلمة الكل عشان كل فيديوهاتي توصل لكم بكل سهولة. طبعا اول حاجة ودي اساسي في التربية هي الشمس. لو انا ما عنديش شمس يا ريت ما اجيبش سلاحف، لان السلاحف من ذوات الدم البارد، يعني بتكتسب درجة حرارة جسمها من الجو المحيط ليها. لو ما عنديش شمس السلحفة هتفضل نايمة وداخلة جوه الصدفة بتاعتها، ورافضة الأكل ورافضة المشي ورافضة الشرب ورافضة أي حاجة. لو عندي شمس هتلاقوا بسم الله ما شاء الله السلاحف زي ما حضراتكم شايفين كده شهية ونشاط وحيوية. نسينا نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا ما ننساش كمان ان احنا نرطب التربة ونرطب الاكل بالمية. وكمان نرطب صدفة السلاحف خصوصا في فصل الصيف عشان الاجهاد الحراري. طبعا في سلاحف كتير ما بتشربش ميه، وكتير بيجيلي شكاوي بيسألوني هي السلاحف المفروض تشرب مية ولا ما بتشربش. كل السلاحف بتشرب مية، اوكي، المفروض ان كل السلاحف بتشرب مية. بس في سلاحف بتحب شرب المية، وفي سلاحف بتكتفي من الخضار، المية اللي في الخضروات. فانا تملي بحط المية على الخضار عشان السلحفة تاكل وتشرب مع بعض، اوكي. دي حاجة مهمة برضو لازم نهتم بيها، لان المية لو مفيش مية هيحصل للسلحفة جفاف، وهيحصل لها كمان امساك، وهندخل في متاهات كتيرة احنا في غنى عنها. فاحنا لو وفرنا لها بيئة تشبه لبيئتها الطبيعية صدقوني هنربي تربية سليمة. طب ايه كمان يا طنط نانا اللي ممكن يخلينا نربي تربية سليمة والسلاحف ما تمرضش مننا، ونبتدي ندور على دكتور بيطري ويا ترى عنده يعني متخصص في تربية السلاحف ولا لا؟ ويا ترى يعني هنقدر، يعني هيقدر يديها علاج وتخف منه ولا لا؟ ده يعني احنا في غنى عن الموضوع ده خالص. تمام. انا زي ما بوري حضراتكم انا عامله كذا فيديو. انا كل ما بطلع اقعد مع السلاحف بحب يعني وانا باكلهم بحب اصورهم فيديوهات ليا، وبعد كده ببتدي انزلها على القناه. فانا حبيت اوريكم يعني يوميا انا بطلع اعمل ايه. بحط لهم اكل منوع. التنويع في الاكل مهم جدا، عشان في برضو بيقولوا لي لا السلحفه بتاعتنا ما بتاكلش الا صنف واحد بس. ففي الوقت ده قلته وهقوله تاني، هنحط مثلا للسلحفة هنبشر لها الأكل قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده، ونكتر لها من النوع اللي هي بتحبه. الأكل اللي هي بتحبه سواء خس أو جرجير أو خيار أو جزر أو أي حاجة، بنكتر من الأكل اللي هي بتحبه وبنحط أكل تاني معاه. فالسلحفة طبيعي وهي بتاكل هتشم ريحة الأكل، وطبعا هتدوق طعمه مرة مع مرة هتبتدي تاكل. وهنعودها على التنويع في الأكل. طبعا التنويع في الأكل مهم جدا، لأن السلحفة بتبقى محتاجة الفيتامينات اللي موجودة في الخضروات. طبعا الخضروات مش غالية. ممكن يا طنط نانا نكتفي بصنف واحد، بس مش يوميا. يعني ممكن أقدم لهم النهاردة خيار، ممكن بكرة خيار على جزر وكوسة، ممكن بعده جرجير وخس، ممكن بعده خبيزة وجعضيد، سيريس، الحاجات اللي هي الاكل المسموح بيه للسلاحف. تمام. بحط لهم الاكل. بتاكل كام وجبه السلحفه يا طنط نانا؟ طبعا انا بحط لهم الاكل. الافراط في الاكل غلط، يعني لو حطينا لهم كميه كبيره غلط، لان هتحصل سمنه للسلحفه. وطبعا السلاحف زي ما حضراتكم عارفين مشيتها بطيئه، فهتاكل وتنام، فهتلاقوا السلحفه ابتدت تتخن
وتتقل والحاجات دي هتعمل لها مشاكل كتير جدا. فاحنا بنحط وجبة الصبح بدري، وجبة افطار مشبعة، بنحس ان السلاحف كلها كلت وهم اللي سابوا الاكل ومشوا. انا طبعا لما السلاحف بتسيب الاكل وتمشي بسيبها تمشي وبرجع ارجعها تاني على الاكل. في سلاحف بتاكل وبتستجيب، وفي سلاحف بترفض الاكل. زي ما حضراتكم شايفين هنا مثلا مرة جرجير وخيار، المرة اللي فاتت كان مثلا جزر وكوسة وخيار وجرجير مثلا يعني. فأنا بحب أنوع دايما للسلاحف بتاعتي. هنا طبعا لوزة وهنا الفأس. شايفين بسم الله ما شاء الله. لازم الشمس ونتأكد ان الشمس كمان تكون الإشعة بتاعتها مش شديدة ولا قوية، عشان طبعا الإجهاد الحراري. ناخد بالنا من الموضوع ده كويس جدا، عشان الموضوع ده يعني كتير كل سنة بنلاقي نفس المشكلة اللي بتصادف معظم المربيين، ان هما بيحطوا السلاحف في الشمس وبعد كده بيتفاجئوا ان السلحفة لا قدر الله ماتت. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين الشمس تكون لطيفة قبل الساعة 10 الصبح او بعد اذان العصر. طبعا هنا دي كانت فلة لسه يعني ايه كانت ايه داخله لسه جوه الصدفه ما صحيتش، بس بسم الله ما شاء الله مع الاهتمام بسم الله ما شاء الله يعني هتشوفوها في الفيديوهات اللي جايه بقت بتاكل وبتتحرك وخدت على السلاحف وبقت تمام اوكي. فاحنا لما بنحط السلحفة في الشمس، الشمس بتنشطها، الشمس بتخليها ما شاء الله تفتح شهيتها كمان. بيحصل اخراج هنا طبعا زقزوقة عملت البروتين الزيادة عشان بتاكل جرجير، فده كويس. احنا بنعرف منين؟ بنعرف لو على شكل معجون ده بيبقى عادي، لو على شكل بودر او دقيق ده بتبقى داخلة على مرحلة جفاف، لازم على طول نقدم لها مية ونعمل لها حمام مية ونشربها مية كتير عشان ما يجيلهاش جفاف اوكي. على فكرة يا جماعة علاج السلاحف صعب جدا. لما السلحفة هي على قد ما السلحفة قوية وشديدة وبتستحمل جوع وعطش وحر وكل حاجة وبرد، بس مجرد ان السلحفة تتعب علاجها صعب جدا ولو كان برد. فعلاجها صعب جدا. فاحنا من البداية احنا في غنى عن الامراض دي بحاجات سهلة خالص، ان احنا نوفر لهم بيئة تشبه لبيئتهم الطبيعية، ونوفر لهم لو لا قدر الله واحدة مريضة فيهم او حاجة نوفر لهم العلاج اللازم. وده طبعا الديدان ده مش بايدينا، احنا بنعمل اللي علينا والتوفيق من عند رب العالمين. يعني احيانا بيقولوا لي احنا مربين السلحفة بقالها فترة عندنا وبنغسل لها الاكل وكله تمام وبنلاقي عندها ديدان. فده بيبقى ايه، هي تكون اصلا عندها ديدان بس حضرتك ما خدتيش بالك او حضرتك ما خدتش بالك. فعشان كده ما يعني بعد كده ظهرت بقى لما حضرتك خدتي بالك. المهم ما علينا، احنا بنوفر بيت، اهم حاجة نوفر بيت للسلحفة يكون فيه تربة زراعية مع رمل او بيت مع رمل، وبنوفر لها مخبأ. لازم يكون فيه جزء ظل وجزء شمس يا جماعة. ما ينفعش ان احنا نسيب السلاحف تحت شمس مباشرة، ده ما ينفعش خالص عشان خاطر الاجهاد الحراري. زي ما بقول لحضراتكم التنويع في الاكل مهم جدا. ما ينفعش ان احنا نركز على نوع واحد اللي السلحفة بتحبه، لا ما ينفعش خالص. الاكل اثناء وجود الشمس هتلاقي شهية السلحفة اتفتحت وبسم الله ما شاء الله ابتدوا ياكلوا ويشربوا ويتحركوا عادي جدا. هنحافظ على السلاحف لو وفرنا لها الحاجات البسيطة دي. يعني هنوفر عن نفسنا حاجات كتير جدا، ان احنا نقعد نكتب على الجروبات الحقونا السلحفة تعبانة، الحقوا السلحفة ما بتاكلش، الحقوا السلحفة عيانة، الحقوا السلحفة بتعاني من كذا من كذا من كذا. وفي ناس بترد وفي ناس ما بتردش وفي ناس بيقولوا كلام غلط ومعلومات غلط. فاحنا في غنى عن الموضوع ده بحاجات بسيطة، ان احنا نوفر بيئة تشبه لبيئتها الطبيعية. وهرجع واقول اهم حاجة في تربية السلاحف الشمس. لو مش هتربي، لو ما عندكش الشمس استحالة تربي تربية سليمة، استحالة. ولو السلحفة تعبت او مرضت استحالة العلاج يجيب نتيجة بدون شمس. الموضوع ده اهتموا بيه وحطوه يعني في دماغكم كويس جدا. اللي ما عندوش شمس يا ريت ما يجيبش اصلا سلاحف من البداية، لانه هتتعبوا جدا
وهيشيل ذنبها لا قدر الله. لو السلحفة ماتت وجرالها حاجة هيفضل شايل الذنب. وهرجع واقول هنتحاسب على اي حاجة بنربيها، لان دي مسؤولية، واحنا اخترنا ان احنا نكون نجيبها وتبقى مسؤوليتنا. يعني مثلا السلاحف في البرية بتبقى بتعرف تتأقلم وبتعرف تجيب اكلها وشربها وبتعرف تحمي نفسها. مجرد ان احنا جبناها تعيش عندنا في البيت، يبقى احنا اللي المفروض بقى نوفر لها الحاجات دي كلها ونحميها، ونوفر لها الاكل بتاعها، ونوفر لها الشمس بتاعتها، عشان ما نتحاسبش يا جماعة. يا رب الفيديو ينال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش اللايك ودعوة حلوة من القلب، وكمان الكومنت الحلو. واذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. باي باي.